ذكرت مصادر ذات ثقة أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات تسريب صور لها علاقة بحادث فرار 5 مساجين مصنفين خطيرين من سجن المرنقية. وللتذكير فإنه مباشرة أثر حادث هروب المساجين ال5 تم تسريب صور من السجن المدني بالمرنقية لها علاقة بعملية الهروب، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. وتبعا لذلك فقد تقرر تعهيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات تسريب هذه الصور والكشف عمن يقف وراءها والغاية من تسريبها. وكانت الصور المسربة من سجن المدني بالمرنقية قد أثارت جدلا كبيرا، حيث أظهرت تمكن الإرهابيين من كسر الشباك من الفولاذ والنزول بحبل عبره، لكن الرأي العام لم يصدق هذه المعطيات واعتبرها محاولة للتمويه عن عملية تهريب المجموعة الإرهابية من قبل أعوان السجن. وأشارت العملية حينها عن اختراق الفكر المتطرف للمؤسسة السجنية، فيما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من العاملين في السجن، إضافة إلى إقالة مسؤولين بارزين في جهاز المخابرات. واتهم الموقوفون بشبهة التقصير في مهامهم أو تسهيل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عملية فرار 5 مساجين خطيرين. وللتذكير فقد تمكنت قوات مشتركة من الأمن والجيش بعد ذلك من إلقاء القبض على الإرهابيين ال5 الفارين والمتهمين بقتل سياسيين علمانيين على غرار شكري بالعيد ومحمد البراهمي ورجل شرطة قبل سنوات. هذا وتم الإيقاع بالإرهابي أحمد المالكي المكنى بالصومالي في منطقة حي التضامن بولاية ريانا قبل القبض على البقية في جبل البوقرنين. وفي صلة بالموضوع كان قد أشار خبراء في مجال الأمن لوجود شكوك بشأن استقطاب الإرهابيين لحراس في السجن المرنقية لضمان تهريبهم، فيما لا يزال الحديث عن إمكانية تورط أجهزة خارجية وداخلية في العملية لإرباك تونس، وهو ما أشار إليه الرئيس قيس سعيد بشأن تورط الحركات الإخوانية في مثل هذه العمليات. لكن مصادر باتت تتحدث عن إمكانية أن تكون فرضية هروب الإرهابيين من شباك السجن صحيحة وليست تمويهية، وأنه لم يتم استقطابهم. وقال الأمين العام لحزب العمال حمل همامي في هذا الغرض في تصريح لأحد الإذاعات أنه كان أول من أكد بأن الإرهابيين فروا من شباك سجن المرنقية، كاشفا أن الإرهابيين قاموا بحمية طيلة أشهر مما مكنهم من الهروب من هذه الفتحة الضيقة. وشدد على أن مثل هذه العمليات حدثت في عهد الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة، مضيفا هناك سجين حق عام هرب من سجن الناظور مستغلا قيام الحراس بمشاهدة مباراة المنتخب الوطني في كأس العالم لسنة 1978، وبالتالي فإن مثل هذه العمليات تحدث دائما. ومن جهته أكد المحامي سمير ديلو أن عملية الهروب يمكن أن تكون حدثت فعلا عبر شباك السجن من خلال قيام الإرهابيين بحمية كبيرة ليتمكنوا من الخروج من هذه الفتحة. وللتذكير فإن تونس شهدت هجمات شنتها جماعات متشددة منذ 2011 أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب وغيرهم، وتمكنت السلطات في السنوات الأخيرة من اعتقال أو قتل عدد من أبرز قيادات هذه المجموعات. وتقول معلومات أمنية استخباراتية أن أعدادا صغيرة من أعضاء هذه التنظيمات ما زالوا ينشطون في الجبال القريبة من الحدود الجزائرية التونسية، وأن القوات الخاصة بصدد متابعتهم ورصد تحركاتهم من أجل القضاء عليهم.